سايبه شنطه فيها دهب وفين؟ ورمضان اللي انت قدها كده. عزو من فضلك احنا عايزين نبقى رجاله شويه. ها؟ يلا نام على وشك هنا. والنبي انا عايزه اقعد البنج الاول. اكتشفنا ان في ناس بتتابعنا كتير من اسرائيل. تقولي الناس ايه؟ حسابك. احنا جايين شرم الشيخ عشان نزور المستشفى العربي. ربنا يقومها لك بالسلامه، فاكرينها حامل هتولد. دول ايطاليين. Ragazzi, il nostro amici italiani. تبع عم سامي. sono حصل لي موقف برضه مع واحد اسرائيلي احرجني جدا. مش ننزل حمام البسين، ما ينفعش نستحمى. في عم عيل صغير مش هيبقى عنده حاجه. بقول لك شكرا يا دكتور. اطلع دكتور دلوقتي مش عايزه بنجر قد اطلع. قلتلك سودا يا عم سامي. خلاص. طبعا الناس كلها اتفاعلت مع الفيديو اللي هو 24 ساعه في سجن دهب. والناس شافت قد ايه احنا عنينا، وناس كتير كتبت احنا ما كناش نقدر نستحمل نقعد يوم. ناس كتير في التعليقات اتفاعلت مع الفيديو وحسوا ان احنا ايه فعلا قضينا يوم شاق. طبعا احنا زي ما انتم شفتوا ثاني يوم جرينا بسرعه على ايه؟ على بورتو شرم. اول ما وصلنا بورتو شرم كنا فرحانين طبعا، المكان نضيف، المكان شكله حلو. كان نضيف جدا. بس كانت المشكله بقى ان الالعاب السيفتي بتاعها ممكن يكون فيه مشكله شويه مش قوي. ابني بيتزحلق من على الزحليقه وكنا فرحانين. انا هجيب لكم بس مشهد كده بسيط احنا كنا عاملين ازاي ومتصورين صور عامله ازاي. واول ما وصلنا حتى انا ببقى عامل فيديو مقدمه ان احنا ايه ده اول يوم لينا. تعالوا نشوف اليوم. اول يوم اهو، اول يوم لحمام السباحه. اول يوم. ها يا جمل، ها يا جمل، اليوم بدأ. اليوم الحلو ده. انا عايز اقول لكم يا جدعان احنا قررنا ان احنا نفرح عشان احنا كنا زعلانين قوي، صح؟ جدا. اديكم شفتوا احنا كنا سعداء ازاي وفرحانين ان احنا رايحين بقى حمام سباحه بقى. وقعدت لو عم سامي بقى حتى شفتوا الصوره وانا بشقلبه قصه. جه زيزو بيتزحلق من على زحليقه. طبعا انا ما ينفعش ابني يكون بيتعور او في دم او مش عارف ايه واقعد اصور بالكاميرا، فمش هينفع اجيب اللقطات دي. صح. فانا بنجز لكم يعني. ابني بيتزحلق فاتخبط راسه في الماسوره وهو واقع، اتفتحت فتحه صعبه جدا. انا ما كنتش اعرف ان هي محتاجه غرز لان انا كنت بعيد. لما رحت وجينا واحنا خارجين في الطريق ببص عليها واحنا رايحين المستشفى اكتشفت فعلا ان هو محتاج غرز. فطلعنا على مستشفى الهرم. انا عايز اقول لكم ان من انظف المستشفيات اللي دخلتها في حياتي. انظف من المستشفيات الخاصه اللي في القاهره. صح. مع انها مستشفى حكومه، انظف من المستشفيات الخاصه. تعالوا نشوف بقى ايه اللي حصل مع الاستاذ زيزو وهو داخل خد دماغه واثرت علينا. تعالوا نشوف. طبعا يا جماعه الرحله بدات من هنا. يعني انا مش عارف اقول ايه بصراحه. ايه اللي بيحصل لنا؟ اقسم بالله ما عارف ايه اللي بيحصل لنا. الف سلام عليك يا زيزو، ربنا يا ابني يشفيك. ايه اللي حصل يا عم سامي؟ ها ايه اللي حصل؟ اللي حصل كتير بس الحمد لله على كل حال، نحمد ربنا. زيزو دماغه اتفتحت من ورا، فتحه كبيره عامله زي العين المجرده. عين ناقصها نني. عين ناقصها نني. هخش معاك تحدي يا عم سامي ب 200 جنيه. لو ضحكت زيزو هتاخد مني 200 جنيه. لو ضحكت زيزو بص له بس يضحك. ماشي. لو ضحكت زيزو هديك 200 جنيه. اضحك. جدك هياخد 200 جنيه. 200 جنيه. لو ضحكت زيزو 200 جنيه. والله ما عايز. والله لو ضحكت هتلاقي. بص 10 غرز. طب غرزتين. اضحك عم سامي. 200 جنيه هتخسرها انت. طب يا عم معاك دقيقه، لسه معاك دقيقه. تخيل ممكن ما خلقش خلق. ايه رايك؟ اضحك ما مفيش حل شفتها. عم سامي انت سوقت حالته اكتر. انا كده هاخد منك 200 جنيه. طب بص انا اقول لك حاجه، تتحداني انا اضحكه وتديني انت 200 جنيه. طب تعالى امسك التليفون. يا كلب. يا كلب خسرت جدك 200 جنيه يا كلب. يا كلب. انا هنزلك 200 جنيه. بديك 200 جنيه. هو ده حاجك؟ والله انت كلب. انا هنزلك. يعني تخسر جدك 200 جنيه وما تخسرش ابوك. هو كوميدي؟ عاوزينك 200 هو انا نكدي؟ عاوزينك بقول لك هو كوميدي. انا ما حدش يتكلم. عاوزينك 200 جنيه خلاص. طبعا عم سامي خسر وزعلان من زيزو. بص عمال يلعب له في العجله عشان هو زعلان من زيزو.
ها 10 غرز دلوقتي. بص عشان زعلان من زيزو، عشان زعلان من زيزو. ها كنتاكي. عارفة ايه؟ بس سيب. انا فاهمينها. ربنا ما يكتبها على حد يا ابني. ما تبشرش على نفسك يعني. بس بعد الشر، ربنا ما يكتبها على حد. انت قاعد عليها عشان انت تعبان. مش لاقيين كرسي في المكان. ها تبشر على نفسك. اه. على الكرسي كمان. سامي احنا دي مستشفى عام، بالله عليك شفت في نظافتها؟ والله انضف من الخاصه اللي عندي. مستشفى جميله، كتير. مستشفى نظيفه جدا، مستشفى نظيفه جدا 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 يا زوز. يا مسهل، في حاله جوه مستنيينها في غرفه الغرز. عبد العزيز زيزو. بص يا زيزو، ده جرح ده انت عشان بس اول مره تتخيط فانت فاكر الموضوع صعب. انت هتشوف دلوقتي ان الموضوع سهل خالص. شفت الولد اللي لسه ماشي قعد 5 دقايق وماشي بيضحك اهو، ما تخافش أي من حاجة. حاجه. انت بس ايه اللي خايف عشان على طول بيبينوا في المستشفيات ان حاجات تتخوف وحاجات صعبه. انت راجل ومفيش حاجه صعبه خالص. صح حلو. اهو هنديك بنك صغيره اهي. كتير اهو، شفت؟ جايب لك 3 لوحدك. شفت؟ ما تقلقش من ليه ده بقى؟ اه ايوه عشان البنج اهو. عزو من فضلك احنا عايزين نبقى رجاله شويه. من فضلك عايزين نبقى رجاله شويه. انا ما بهزرش دلوقتي، مش هتشوف حاجه. زي ما عايزين نخيط. ها؟ زي ما يلا نام على وشك كده. والنبي لا والنبي لا، انا عايزه اعض البنج الاول. والنبي عايزه اعض عارف البنج. هنعمل ايه؟ هنشيل شويه الشعر اللي حوالين الجرح لا بالراحه. حط البنج. ثواني ماشي، هقول لك حاجه. ماشي يلا. خلي هيحط البنج لازم يشيل الشعر. طيب معلش. بس يعني ما تتحركش. هو اتحرك، لو اتحركت هتعور نفسك. انت حر بقى. هو بينضف لك حواليها يا زيزو. في ايه يا زيزو؟ مفيش حاجه والله والله. هو انت حاسس بحاجه؟ ما تقول يا زيزو. ما تتحركش. زيزو انت حاسس بحاجه؟ لسه هيحط لك بيشيل البنج. الشعر. حاضر. شعرك كبير بيشيل منه حبه عشان يعرف يخيطه. بس انا كام يا زيزو؟ 5؟ تكبيره يا عم. ايوه يا راجل. راسي جبان. ده امال لو فريده كانت بهدلت الدنيا. يا لهوي. عليك كداب، ما انت قلت الجمله كده. والله ما هتسيبني. عزه راجل يا عم والله. انت بتوجع. لا عز راجل. لا ما بتبقى احنا ما ما عشان عملناش بيشيل حاجة. الشعر، هو بيشيل الشعر. لا 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 نام نام. لا ما بضحكش عليك والله ما بضحك عليك. طب تصدقني انا يا زيزو؟ تصدقني انا؟ اه يصدقك انت مش ابوك. لا انا مش هضحك عليك. عارف هو بيعمل ايه دلوقتي؟ بيلزق لك لزقه عليها من بره، بس بيحاول ينظف قبل اللزقه. يعني انت لسه ما عضتش الغرز؟ لا اتحطت، خلص الغرز خلصت. خلاص يعني اهو. لا استنى ما يحط لك اللزقه، ما يحط لك اللزقه قوم. والنبي اللي خلص يا عمو والنبي. حاضر حاضر. النبي يا عمو. طيب يا عزه والله خليك راجل. يا والله راجل. كل شويه. خلاص فاضل حاجات بسيطه. انت كل شويه تقول له خليك راجل يا عم سامي. هو راجل يا عم سامي، هو راجل. لا كده مفيش رجوله خالص. لا زيزو بيقول ما ينفعش استحمى يا جمل. طلع لمين؟ زي كده. ما ينفعش يجي على الجرح ميه، قال له ما بقول لك ينفعش مش ننزل استحمى. حمام البسين. قال ما ينفعش استحمى. يا عم عيل صغير مش هيبقى عنده حاجه. بقول لك شكرا يا دكتور. يطلع دكتور دلوقتي مش عايزه بنظر قد اطلع. كان نفسك يطلع دكتور. دكتور هو غير عليها؟ في غيار عليها؟ امتى؟ زي ما انا عملت كل يوم. مسح البتادين وتغطي الجرح تاني. الرباط الضغط ده شيله النهارده. الحمد لله ان هي عدت على خير وندعي له. الحمد لله. على فكره عايز اقول لكم الفيديو ده بيتصور وهو فك الغرز خلاص، والحمد لله يعني دماغه خفت. بس احنا بنتكلم على اللي حصل والاحداث اللي انت مش عارفه امنتج ولا اصور هناك ولا انزل لكم فيديوهات ايه اللي حصل. نخش بقى على المشكله الثانيه والكارثه الثانيه. تاني يوم فرحانين وواحد حبيبي ودانا شط، قال لنا شط اسمه ايه؟ شركز بي. الشط ده من انظف الشواطئ اللي في شرم الشيخ. من انظف الشواطئ حرفيا، في شعاب مرجانيه ومنظر جميل وبتاع. بس حصلت ازمه في اليوم ده. قبل ما تحصل الازمه تعالوا نشوف عم سامي كان بيعاكس مين. يا جماعه دول ايطاليين Ragazzi, il nostro amici italiani. تبع عم سامي. Sono gli amici di Sami. طلعوا يعرفوا حمايه من بعيد Lui ha conosciuto وحلفوا il suocero انهم لازم يتصوروا معاه. e loro hanno voglia di fare una foto solo con il suocero.
ترجمت والله ترجمت. يا حماتي خليكي شاهده. Perché lui è sposato con un'italiana in Italia, lui sta dicendo così per la suocera. 1 2 3 فوتو، انا قلت بيقول كده عشان يظبط حماته. قال ان هو متجوز 3 تلاينه في البيت. يا فضحتك يا محروق. مش انا بقى اللي هقول وقعتك سودا يا عم سامي، حماتي اللي هتقول وقعتك سودا يا عم سامي او ليلتك سودا يا عم سامي. انا عايز اقول لكم ان دينا يموت تعدية النفوس. دينا طبعا بطنها لقيناها اتنفخت، بتنادينا تعالوا بسرعه تعالوا بسرعه. احكي بقى انت حصل لك ايه بره؟ لا احنا ما كانش من بره، انا من لا كام- انت وانا في قلب المايه سبتكم وطلعت. انت نزلت خطوه كده حته بسيطه ما قدرتش تكمل 5 مره ساعات. واحده لقيت نفسي حامل في الشهر التاسع. يا لهوي. في الشهر التاسع حصل انتفاخ، مش انتفاخ، هو انا عندي جرثومه وعندي قولون العصب، فالاتنين مع بعض ما شاء الله عملوا شغل عالي قوي عملوا دويتو قوي. فلقيناها بتقول لنا لا انا مش قاعده لسه داخلين الشط ولسه بنقول يا قلت هادي. له روحني، اه قلت له وديني المستشفى. طلعنا انا وعمي سامي وخدنا وصلناهم البيت وطلعنا. طلبوا مننا اشعه في المستشفى على بطني طبعا انا رحت عشان بس الناس تفهم، انا سبت زيزو في البيت لانه عشان كان متعور وسبت الاطفال وطلعنا احنا بس الكبار بس اللي رحنا الشط. طلعنا انا وعمي سامي ودينا رحنا للمستشفى. عايز اقول لكم اول ما دخلت بدينا المستشفى والله العظيم كل الناس انا ماسكها كده ربنا يقومها لك بالسلامه، فاكرينها حامل هتولد، ربنا يقومها لك بالسلامه. الدكتوره نفسها اتخمت فيها اول ما شافتها. على ما شاء فكره الله. الناس دايما بتشوفني حتى في الفيديوهات دايما بالازازات، الازازات اصلا بتبقى واسعه جدا عليا، فبطني ما بتبقاش باينه في الانتفاخ. الناس بقى تقعد تكتب لي في الكومنتات هو انت ازاي يعني معاكي 5 اطفال وسمباتيك ومفيش بطن، ازاي ما عندكيش اي حاجه كده، ازاي جسم طب يعني 5 علينا من العين. فالموضوع يعني الناس مش شايفه حاجه، الاسدال واسع ومش شايفه ايه اللي جوه الاسدال. يبقى كده بطني تالت كانت يوم يا كده. جدعان قضيناه في المستشفى. يعني بما انك جاي شرم الشيخ تتفسحي وتنبسطي، تحبي تقولي ايه وانت في الاوضه بتاعت الكشف الطبي بعد ما حالتك ساءت في شرم الشيخ؟ تحبي تقولي ايه؟ تقولي للناس ايه؟ عايزة أرجع. الف سلام عليك يا دينا، يا رب تقومي بالسلامه. ادعوا لها يا جماعه، دينا تعبانه جدا بطنها وجعها. عايز اقول لكم ساعه ما دخلنا المستشفى الناس فاكراها حامل عشان عندها انتخابات. ربنا يشفيك يا عسل. المستشفى نظافه، تخيلوا دي يا جماعه، انتوا متخيلين دي مستشفى والمصحف مخصص، دي مستشفى حكومه. انا عايز اقول ده اليوم الثاني، ها دينا اللي عليها الدور لسه ده اليوم الثاني بطنها منفوخه. بقاء تأتي. ده اليوم الثاني. بقاء تأتي. الاشعاع ده اليوم الثاني. ان شاء الله احنا بنموت يا اسامه يا جماعه. بتقلد مين؟ بتقلد مين؟ دينا يا جماعه هتعيط عشان بطنها، خايفه، بتقول لك وانا لو حاسه ان في حاجه يا عم سمير انا وانت تاني مره في نفس المستشفى. احنا جايين شرم الشيخ عشان نزور المستشفى العربي. المستشفى الدولي لشرم الشيخ، هي اسمها الهرم. عايزه تقولي حاجه يا دينا لفانزاتك حبيباتك حبيبات قلباتك؟ ادعوا لها يا جماعه، ادعوا لها. تالت يوم قضيناه فين؟ في المستشفى. في المستشفى. مش عايز بقى اطول عليكم لان الفيديو ده كله احداث. الفيديو ده كله احداث. على فكره في نقطه مهمه قوي انا نسيت اقولها لكم. احنا لما رجعنا من دهب نسينا شنطه مهمه جدا في الكامب. يمكن دي من الحسنه الوحيده اللي عملوها لنا في الكامب. الكامب اسمه دهبيه، كامب دهبيه بدهب. الحسنه الوحيده اللي شفناها من الكامب حاجه واحده، اتصلوا بيا قالوا لي انت نسيت شنطه. بصراحه بصوا انا عايزه اقول ما بس لمسوش حاجة. الشنطه. امانه يعني اتقال شرم الشيخ ودهب يعني كلها الحته دي يعني عايزه اقول المنطقه كلها جنوب سيناء تقصد؟ جنوب سيناء. اه الامانه هناك يعني امانه. بصراحه لا امانه حقيقيه بصراحه، ناس امانه. يا احنا لو هنا في القاهره وحد نسي شنطه في اي مكان، ممكن في تتاخد عربيه يعني او توصل. في بيت او في بس اي حسب حتة، الناس يعني. الموضوع خلص. انا اللي عايز اقوله ان نسينا شنطه. كان ليا اخ صديق حبيبي قوي هناك، وده طبعا ليه حلقه كامله لوحده، ده هقعد يومين اتكلم فيه. ولا غول؟ اقول ولا غول؟ سيد حبيبي. فالراجل ده محترم، كلم لنا حد هو اللي جاب لنا الشنطه الحمد لله. فعايز اقول ان احنا كنا ناسيين شنطه، دي برضه من ضمن الاحداث اللي كانت. وكان فيها ذهب. دينا كانت سايبه فيها ذهب وفي ذهب، سايبه شنطه فيها ذهب وفين؟ ورمضان اللي انت وفي قاعده دهب. كده عادي كده الموضوع. قلت له ما هتتسيبها يا اخويا هتيجي. لا بس الحمد لله جت، وواحد استلمها، واللي استلمها ادالي بتاع تاكسي بعد كده. يعني حوار بصراحه. بتاع 4 وصل لهم الشنطه، والاربعه ما فيش في امانتهم بصراحه، الله يبارك لهم. المهم انا عايز اقول حاجه، اكتشفنا ان في ناس بتتابعنا كتير من اسرائيل. انا عايز اقول لكم واحنا هناك حسينا ايه يا عم، في ايه يا عم؟ شاروخان. لا شاروخان ده هندي، انت ما تدخليش الخطوط في بعض. شالومون. بيقولوا ايه والله ما شالو
شالومون. دينا كل ما تصور مع حد تصور مع حد من البنات، والبنات يبقى دينا انت عارفه دول مين؟ يعني تقول لي فلسطينيين. اقول لها والله ما فلسطينيين دول. بيضحكوا عليا عشان انا غلبانه. المهم بس انا عايز اقول لكم على حاجه، يعني دي يمكن حاجه ما تشرفنيش ان هم يتفرجوا عليا. انا عايز اقول ان احنا في اكوا بلو برضه حصل معايا موقف، ده هينزل لكم في الفيديو الجاي، لان انا الفيديو الجاي بتاع اكوا بلو هينزل الفيديو القادم. حصل لي موقف برضه مع واحد اسرائيلي احرجني جدا، وانتوا هتشوفوه في الفيديو الجاي. وبرضه دينا حصل لها موقف وهي قاعده في الكافيه برضه محرج جدا. واحده قاعده جنبها بتقول لها، واحده لابسه محجبه ولا شكلها محترم يعني، بتقول لها هو اللي جنبي دول منين؟ اللي جنبك دول منين؟ فالترابيزات كانت كده، فدي راحت عملت دول من اسرائيل، فانجلت عينيها من اسرائيل. ما عملتش كده. انا خفت. راحت الست عامله ازاي؟ وايه يعني؟ طب ما انا من العرب 48 ليه دي راحت عامله كسفت. يا استاذه دينا. المهم قلت لها ايه بقى؟ انا عايزك تقولي انت قلت لها ايه؟ ما قلتلهاش حاجه. انا قلت لها تقول لي هم الاخوات دول منين؟ قلت لها دول من اسرائيليين. اسرائيليين. الفيديوهات الجايه كلها مفاجآت وضرب نار. كلها ضرب نار. كلها مفاجآت، وفي حاجات بقى وتحديات، ودينا بتلطم في الاكوا بلو. وكمان رحنا الجزيره المسحوره، وكمان رحنا بتاع اللي بينزل بالغواصه تحت شرق الماء. كاسبيين. بتدخل خطوط في بعض مش مهم. كله ما ينساش يعمل لايك. اكسبلور. اكسبلور عليه ده يوتيوب. اكسبلور ايه؟ ده يوتيوب. انت دخلت خطوط في بعض. ايه اكسبلور ده على التيك توك؟ اسمه ايه؟ اكسبلور يخرب بيتك. اسمه سبسكرايب. هو ده. كله يعمل يدينا لايك وسبسكرايب هنا. هنا انت قلتي في حد كتب لك كومنت هنا ضايقك. الناس بقى بتكتب لك هنا كومنت. بيكتبوا لي ان دينا فلاحه. انا فلاحه. انا فلاحه. انت متجوز فلاحه وتفتخر. انا متجوز فلاحه وافتخر. اي حد يلاقيني بعمل كده اهو بيقول لي ان انا كده فلاح. فانا بقول لكم انا فلاحه رسمي اصلا. عايز اقول لكل الناس اللي بتتابعنا وكل الناس اللي بتحبنا وتعاطفت معانا في الفيديو اللي فات وشافت قد ايه احنا تعبنا، الفيديوهات الجايه بجد هتفرحكم وهتقولوا قد ايه احنا انبسطنا. وكمان جايب لكم مفاجاه للناس اللي هتنزل شرم الشيخ. استنوا المفاجآت، لان انا هفيدك كتير جدا في الفيديوهات الجايه، وهوريك ازاي تقدر تسكن هناك بفلوس قليله جدا، وتقدر تجيب حاجات بفلوس قليله جدا. وبدل ما تروح تقعد في فندق 4 ايام، انا عندي الساعه خليك تقعد 15 يوم بثمن حساب الفندق ويمكن اقل، ينزل معاك فلوس كمان. استنى المفاجآت اللي جايه في الفيديوهات الجايه. استنوا الجديد.